عيون السائق. شاهد الطريق كما يراه السائق. السلام عليكم متتبعي قناتنا عيون السائق، مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تسافروا معنا خلف المقود وبعيون السائق باش تشوفوا الطريق الساحلي الرابطة بين مدينة الحسيمة وتطوان، او الاحرى واحد الجزء منه مقطع ما بين الحسيمة ومريقة. فالطريق هذه كما غتشوفوا في الفيديو انها يعني كتكون عامرة بزاف، خصوصا في الفترة الصيفية، وغادي تشاهدوا معنا في طيلة هذا الفيديو كيفاش كتكون هاد الطريق عامرة بالطوموبيلات، والواحد يرد البال والحذر في هذا المقطع الطرقي. فتلاقوا بعد الفاصل. رجعنا لكم. في هذا المقطع الطرقي يمتد ما بين الحسيمة وتطوان. شوفوا بعد هذا المقطع هاد سيارة الأجرة شنو كيدير، عجيب أمرهم. في هذا المقطع الطرقي يمتد ما بين مدينة الحسيمة وتطوان على بعد 233 كيلومتر، 233 كيلومتر. لكن هذا المقطع هذا اللي غنشاركو معكم ما بين الحسيمة وطريق المريقة تقريبا نشوفوا لكم بالضبط شحال فيه، نشارك معكم حتى الصور باش حتى الا كان شي واحد ما يعرفش فين جات يعرف بالضبط فين. فالطريق يعني كتكون عامرة في الصيف، خصوصا يعني اواخر شهر 8 الناس اللي راجعه بحالها لتطوان ولا اللي جايه لتطوان. فهذا المقطع يعني الطول ديالو 25 كيلومتر كما غنحط لكم في الصور، فما تمشيوش بعيد، تبعوا معنا هذا المقطع ان شاء الله. هذا المخرج ديال مدينة الحسيمة، كيتواجد فيه واحد الرادار فيكس ديال 60. لهذا فلأول من زار الحسيمة يرد البال في هاد الهبطة هادي. كما كتشوفوا الرادار على اليسار ما كيبانش حتى كترقب عليه، كتكون الهبطة تكون السرعة مرتفعة إلى في 60 غيشدك هاد الرادار. كما كتشوفوا هنا بوجيبار هو الرادار، كما كتشوفوا هنا منطقة بوجيبار فيها سد قضائي لرجال الأمن الوطني، سد قضائي ثابت مكيتحيدش. ردوا البال دائما صحاب الماطر، ردوا لهم البال، ودائما الانتباه في الطريق. المرايات الأمامية ديال الجوانب دائما يرد البال، خصوصا في هذه الطرق السريعة اللي أي واحد يقدر يقيسك فيها. فدائما اثناء الطريق ضروري خصك ترد البال. شوفوا بحال هذا انت محترمش الاسبقيه وجا قدام السياره بلاكا برا، هادي بلاكا الخارج. فلهذا الواحد دائما يرد البال، في الطريق. هنا واحد الإطلالة ديال السكن الاقتصادي. هنا على اليسار كما كتشاهدوا السكن الاقتصادي وكيطل على البحر. صراحة مدينة الحسيمة تقدمت بزاف في هذا البناء ديال السكن الاقتصادي. شوفوا هذاك اللي ما خلاش الأسبقية كما كتشوفوا، الدار على اليمين. يعني انت غرضك غير هنايا عندك غير المسافة قصيرة وصدقتي أسبقية وزيد مشاكل. وهذا الفيراج كذلك ردوا ليه البال بزاف، سواء اللي طالع في هذا الطلعة او اللي هبط في هذا الهبطة. في هذا الفيراج خطير جدا. شحال من سيارة دخلت في الرصيف هنايا، الرصيف ولا تلاحت لذاك الفوسي اللي على اليمين كما كتلاحظوا تما، منعرج خطير جدا. ولا تلاحت لذاك الفوسي كما تشوفوا على اليمين، والسيارة هنا راه كيهبطوا بواحد السرعة مع منحدر وفيراج فيساوي الخطر. كذلك حتى هذا اللي كتشوفوا كاينه الفحص التقني. هذه الفحص التقني اللي كاينه في الحسيمة هي اللي من ديالنا كما كتشوفوا. وهاد الهبطة كذلك الواحد يرد ليها البال بزاف، حيت كاين السيارات كيخرجوا من هاد الخرجة اللي جايه من هاد البحر
ديال ها انتما كيف كتشوفوا على اليسار ديال إسلي. هاد البحر ديال إسلي. فالإشارة فهذه يعني الطريقة الرابطة، المقطع الطرقي الرابط ما بين حسيمة وجدير، فذات اتجاهين. صراحة مقطع رائع رغم المنعرجات اللي فيه، إلا أنه يعني مزيان، يعني كيخفف حركة السير. يعني واخا كتكون الطريق شوية عمرة ما كتبانش، واخا كتكون شوية الطريق عمرة ما كتبانش في هاد الطرق السريعة. والملاحظ في الشمال هناك سيارة الأجرة بواتي يعني بكثرة، واحد الكثرة، يعني داكشي بزاف. سيارات الأجرة كثيرة بزاف هنايا، يعني تمر في الطريق تلقى واحد 3 ولا 4 في الظرف ما كاملاش دقيقة. هنا كان واحد الرادار ثابت هو كما كتشوفوا على اليسار ديال 80، فلهذا اللي هابط الحسيمة ولا اللي طالع يرد البال، خصوصا لأول مرة اللي كيزور مدينة الحسيمة لأول مرة يرد البال لهاد الرادارات. كاينين جوج في هاد المقطع عاد تانستالاو في هاد الآونة الأخيرة، وقيل 2025 2026. كذلك كاين واحد الدخلة هنايا اللي بغا يمشي لشاطئ الصفيحة، كاين واحد الدخلة هنايا طريق كذلك واخا عامرة بفيلاجات ومنعرجات كثيرة. كاين واحد الدخانة كما كتشوفوا. الحاويات الأسباب. نعم. وخطير سميتو يجي منتجينو الناس راقيين، وحتى كتجمع من الكيلات ديالهم ودير لهم بانو ممنوع الكل. وكيجي في هذا يدير لي محطوطين عارفين، ودول الناس راقيين ماشي يقول لك الناس راقيين كيجبدوا لك الكيلات ديالهم مع سميتو ويخليهم يديروا لك النتائج ديالهم في الباش ديال الكارطون تماك. اللي غنقول لك سي عبد الرزاق وبالنسبة للشقق الكراء راه هنا كيتوجهنا بكثرة، كتلقى اللافتات والبانويات غير في الأرض هنايا فيهم نماري تليفون. اللي بغا يكري راه كيجي غير التليفون ويمشي يفشو الدار انت وجيبك ولا يسهل الأمر. وهاد المنطقة تابعة لأجدير، هادي كتسمى مركز أجدير. وهاد المنطقة تابعة لأجدير، هادي كتسمى مركز أجدير. كذلك باش تردوا البال هنا في هاد أجدير هادي كيكون لومبوتياج هنايا بزاف كما كتشوفوا. ردوا البال، يعني كتكون واحد الاكتظاظ ديال السيارات هنا. كاين واحد المدار هنايا اللي كيدي على اليسر لإمزورن والنابور والطرق الأخرى وتازا، وعلى اليمين الجهة ديال الجبهة تطوان، وهو المقطع اللي غنسلكو إن شاء الله باش تشوفوا الطريق الساحلية اللي كتدي لتطوان. كما كتشوفوا هنايا تردوا البال لهاد المدار والامبوتياج اللي كيكون هنا في هاد البلاصة بالضبط. كما كتشوفوا حنا ندورو على اليمين هنايا اتجاه الجبهة تطوان، الطريق الساحلي الجبهة تطوان. فهاد الطلعة حتى هي الواحد يرد لها البال، فيها جوج مسارات، جوج
كيديو وواحد كيهبط، وبعض المرات كتلقى واحد كيدي وجوج كيردو. غير واحد يرد البال، شحال من واحد ما كيحترمش هاد المسارات. شوفوا هاد السيارة البيضاء اللي على اليمين، الطريقة فين جاي في الانتردي وجاي معرقل حركة السير. نور السادة، فرصة سعيدة وكنشكركم على هذا الموضوع اللي راه موضوع حساس وكيهم جميع الفئات ديال المجتمع المغربي. انا النقطة اللي كنتيها باش تعالج هذا الموضوع هو المقررات الدراسية. يعني وزارة التعليم مطالبة باش يعني تمكن التلاميذ خصوصا في المرحلة الابتدائية يعني ديروا واحد العملية تفتيش ديال مقررات الأساتذة. هنا بالضبط في هذا المقطع شحال من واحد ما كيحترمش هاد المسارين، خصوصا يعني السيارات اللي كانت هابطة في هاد المنحدر كتجي داخلة لانتردي، كتدخل المسار اللي ما خصهاش تدخل فيه. لهذا الواحد يرد البال عند التجاوز هنا في هذا المقطع كيكون عامر كما كتلاحظوا، يعني كتكون فيه حركة السير كتيفة، كتكون فيه حركة السير يعني قدامها كما كتشوفوا. هذا جوج سيارات يعني كيقوموا بالتجاوز دقة وحدة. السي محمد، المدرسة كذلك مزيان، هذا اقتراح جميل جدا واقتراح يعني مقبول، ولكن هذا ما كيلغيش المسؤولية ديال الوالدين. هي الأولى، المسؤولية هي الأولى ديال الوالدين، عاد كتبعها المدرسة. شفتوا فكما كتلاحظوا هذه هي الطريق الساحلية رقم 16 الرابطة ما بين مدينة الحسيمة وتطوان. كنتمناو يعني تعطيونا الآراء ديالكم في التعليق، والناس اللي سبق ليها دازت من هذا الطريق تعطينا الرأي ديالها وتكتبوا لنا في التعليق. إلى أرض الوطن من مختلف نقاط العبور أيام الثلاثاء، الخميس والسبت، مع مجموعة من الصحفيين المهنيين من 7 إلى 8 مساء. الإذاعة الوطنية فضاء مفتوح للجميع. 11 على أثير الإذاعة الوطنية من الرباط، موجز الأخبار مع الصديق. هنا مركز يوسفسافن اللي سبق لينا درنا واحد الفيديو على هذا المركز وحطيناه تلقاوه في القناة ديالنا. صراحة يعني الموقع ديال هذا المركز مشروع ديال رادار ثابت، مشروع ديال رادار ثابت لتحديد السرعة. شحال من واحد في هذا المركز هذا كيدوز بسرعة، العلم ان البلاكة كما كتشوفوا محدودة في 60. المركز ضروري السرعة تكون أقل من 60 كما كتشاهدوا، يعني منعرج وكتواجد المدرسة بالقرب من الطريق، وهذا يجعل خطر على التلاميذ كما كتشاهدوا. راه داروا نضودانات بزاف
ديال هادو ديال الكرابويات كترة، دارو تقريبا كل شي 10 ديودورانت ولا كتر. الساحل والصحراء. بمركز استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت 2026. الوزارة هذا مركز إنسوزافن تابع لجامعة عين قمرة اللي هي اللي غتجي من قدامنا وغندوزو في مركز عين قمرة. كما كتلاحظوا فالطريق يعني عامرة ومليئة، غير إلا كان يعني شي كاميو ثقيل كيبلوكي الطريق. إلا كان غير شي كاميو ثقيل هكا في الطريق تقدر يبلوكيها المسافة. تمسي بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت في تصريح صحفي إن الحصار المستمر في مضيق هرمز سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، وأن هنا اللي من المنطقة الصناعية في عين قمرة، هنا كيتواجدوا المعامل الصغرى والوزينات الصغار اللي في المنطقة الصناعية عين قمرة. صراحة يعني المنطقة مازال صغيرة، فيها شي 4 المعامل هكا ولا ما كاملاش ولا 5. أمس من أن اليمن يواجه اليوم بعد 4 سنوات من الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة خطر العودة إلى صراع واسع النطاق. ونبه جرودنبرغ خلال اجتماع المجلس المخصص لليمن إلى أن 4 سنوات من الهدوء يمكن أن تتبدد في موضوع هنا في المدار اللي جاي قدامنا كيدي إزمورن، مركز إزمورن المدخل الغربي لمدينة الحسيمة. يعني داك المدخل يعني صراحة يعني مهم بالنسبة لمدينة الحسيمة. اللي داخل من تما راه ما كيلقاش لومبوتياج كما المدخل الشرقي. كما كتشوفوا هنا اليمين غنلقاو المدخل اتجاه إزمورن، ثم ذلك المدخل الغربي لمدينة الحسيمة. صراحة كيخفف الضغط على المدينة بحكم أن المدينة صغيرة والتضاريس فيها جبلية. دائما تردوا البال في هذا المدار هذا. هنا كذلك على اليمين كاين المركز ديال الفحص التقني لعين قمرة. هذه الحملة مقدمة من طرف وزارة التجهيز والمال. توب صيف، لقاء أثري تفاعلي وترفيهي يهتم بالأساس بالشباب والأغنية المغربية الشبابية، ويطرح مسابقات مع المستمعين في جو من المتعة والمرح والتشويق. توب صيف كل يوم من الاثنين إلى الجمعة مع ريتش معو من 5 إلى 7 مساء. الإذاعة الوطنية، فضاء مفتوح للجميع. منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المال والموثوقة. تغطية واسعة. فهنا مركز عين قمرة صراحة حتى هو السكن الاقتصادي تحرك فيه البنايات ديالو تحركوا كما كتشوفوا على اليمين. كاين السكن الاقتصادي فالمنطقة يعني عندها مستقبل زاهر وتنمية زاهرة. فالمنطقة بدات كتحرك، بدات كتكبر، فيها ملعب
كبير في داك الطريق ديال إزمورن، فيها السجل المحلي، فيها الجامعة حتى هي كذلك، المسبح، المعهد التقني الفلاحة إلى غير ذلك من المؤسسات. فكما كتشوفوا يعني الحركة ديال السير مازال يعني ثقيلة وعامرة في هذا الطريق الساحلي. هنا المدار اللي جاي قدامنا، فعلى اليسر تبديل الطريق بن عبد الله بن حليفة تاركيست باب الرد تطوان، واللي الديريكت ديال الطريق الساحلي الجبهة تطوان كما كتشوفوا على هذا المدار هذا. الثالثة والأخيرة فقرة روحانيات. كل جمعة إن شاء الله غادي تكون مع ضيفنا الكريم أحمد أيتبحدة، عضو المجلس العلمي المحلي لإقليم القنيطرة، أستاذ وباحث في الدراسات الشرعية والبناء الحضاري، خطيب جمعة بمسجد بدر بمدينة القنيطرة، عالم مؤثر ببرنامج فهذا المركز كيكون عامر حتى هو. ردوا البال في هذا المقطع هذا كيكونوا السيارات يعني مركونة على اليمين واليسار، وكذلك يعني الراجلين كيقطعوا على غفلة. نهار السوق كيكون عامر، عندهم سوق أسبوعي يوم ثلاثاء، كل ثلاثاء صراحة كيكون يعني سوق لا بأس به وعامر فواكه وخضر لمن يريد التسوق. المركز يتوفر على جماعة قروية مستوصف، إضافة إلى المقاهي والسكن. هناك غياب للأبناك، ما فيه حتى شي بنك، ونتمناو يعني مستقبلا يكون بنك في هذا المركز. ونكملوا الطريق ديالنا، الطريق الساحلي رقم 16 الرابط بين الحسيمة وتطوان. كما كتلاحظوا كاين تهور من بعض السائقين في التجاوز في الخط المتصل. كما كتلاحظوا كاينه واحد السياره هي غتجاوز في هذه اللحظه، هذا كما كتشوفوا. شوفوا التهور ديال هذا السائق، تجاوز في الخط المتصل ومنعرج، الرؤية غير واضحة بتاتا. شوفوا هذا عاوتاني التهور، هذا باش جا باش دار، فالله يهدي ما خلق.
ردوا البال بزاف لهاد الحماق. مساكين هاد الناس الحماق كثارين بزاف في المنطقة، وكيتمشاو على الطرقات على جنب الطرقات، وردوا ليهم البال بزاف خصوصا بالليل. الطريق الساحلية رقم 16 الرابطة ما بين حسيمة وتطوان هي هكا دايرة، وعطيونا الرأي ديالكم. فكاين فيها منعرجات خطيرة، كاين فيها طلاعي ومنحدرات، فالواحد يرد البال دائما واخا تكون طريق طوالة.